السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي محمود. وأنا اسمي منة. أهلا بيكم في قناة فهمناكو. النهاردة مش هنحفظ، النهاردة هنفهم المحاضرة دي مع بعض. وقبل ما نفهم انزلوا بسرعة تابعونا على الفيس والإنستجرام والتيك توك، وخشوا جروبات الواتساب والتليجرام اللي في الوصف. جهز كوباية الشاي بتاعتك، كبر الشاشة وركز معايا عشان تفهم الخلاصة. في شرح النهاردة هنتكلم عن 6 نقط أساسية. هنبدأ بأساسيات عملية الاتصال، وبعدين ندخل على الاتصال اللفظي وأنواعه، ونقارن بين الشفهي والمكتوب، ومنه هنركز قوي على لغة ما وراء الكلمات ونفصص لغة الجسد حتة حتة، وفي الآخر هنشوف إزاي المعاني دي بتتغير من بلد لبلد. يلا بينا نبدأ بالجزء الأول، أساسيات عملية الاتصال. الموضوع اللي معانا دلوقتي هو نموذج الاتصال. الشرح العلمي بتاعه بيقول إن الاتصال هو عملية مستمرة بيتم فيها تبادل المعلومات والحقائق والأفكار بين طرفين، واحد مرسل والتاني مستقبل. النموذج ده ليه مكونات. أول حاجة هو المرسل أو السندر، وده الشخص اللي بيبدأ عملية الاتصال. بعدين تيجي عملية الترميز أو الانكودينج، ودي معناها إن المرسل بيحول الأفكار اللي في دماغه لرموز مفهومة زي الكلام أو الكتابة أو الإشارات. وعشان نفهمها بالبلد يا شباب، تخيل إنك صاحب محل وعايز تعمل عرض عشان تبيع أكتر. المرسل هنا هو أنت، والترميز بقى هو لما تقعد تفكر مع نفسك وتقول أنا هصيغ العرض إزاي عشان الزبون ينجذب، فتطلع بجملة اشتري قطعة والتانية بنص التمن. هي دي عملية الترميز. الطرف التاني في العملية هو المستقبل أو الريسيفر. شرحه العلمي إن الشخص اللي بيستلم الرسالة ومهمته يعمل عملية فك الرموز أو decoding، يعني بيترجم الرموز اللي وصلته دي لمعنى في دماغه، وفهمه ده بيعتمد على تجاربه وخلفياته الشخصية. وعشان نفهمها بالبلدي، الزبون اللي دخل محلك وسمع العرض بتاعك هو ده المستقبل. عملية فك الرموز بقى بتحصل لما هو يسمع الجملة بتاعتك ويفهمها ويحللها في دماغه ويقرر إذا كان العرض ده حلو ومناسب ليه ولا لأ. كويس جدا، ننقل على الموضوع اللي بعده وهو الاتصال اللفظي وأنواعه. الموضوع اللي معانا هو الاتصالات الشفهية. شرحها العلمي هو استخدام الكلمات المنطوقة سواء وجهاً لوجه أو عن طريق وسيط زي التليفون أو الإنترنت عشان نتبادل المعلومات ووجهات النظر. والاتصال الشفوي ليه أشكال وأنواع كتير، زي المحادثات الفردية بين شخصين أو المحادثات التليفونية واجتماعات الفيديو، وكمان العروض التقديمية اللي بتتقدم لمجموعات صغيرة أو حتى الكلام قدام جمهور كبير. وعشان نفهمها بالبلد يا شباب، أي كلام بتنطقه بلسانك هو اتصال شفوي. يعني من أول قعدة القهوة مع صاحبك، مرورا بمكالمة الفيديو مع قرايبك اللي مسافرين، والحد الاجتماعي المهم اللي مديرك بيعمله في الشركة، كل ده اسمه اتصال شفوي. حلو قوي. طيب إيه الفرق بين الشفوي والمكتوب؟ ده الموضوع اللي جاي، مميزات وعيوب الاتصال. الموضوع هو مقارنة بين الاتصال الشفهي والمكتوب. الشرح العلمي بيقول إن الاتصال الشفهي مميزاته السرعة والحصول على رد فعل فوري، لكن عيوبه إنه ممكن يتفهم غلط ومفيش سجل ليه. أما الاتصال المكتوب فمميزاته إنه بيوفر سجل دائم وممكن يكون دقيق جدا، لكن عيوبه إنه بياخد وقت أطول ومفيش رد فعل فوري. وعشان نفهمها بالبلدي، الاتصال الشفوي ده عامل زي ما تتفق مع صنايعي على شغلانة في البيت، كلمتين في التليفون وخلصتوا الاتفاق في دقيقة. لكن الاتصال المكتوب عامل زي عقد الإيجار، بياخد وقت ومجهود في كتابته، بس في الآخر بيحفظ حقك وحق الطرف التاني، ومحدش يقدر يغير كلامه بعد كده. تمام، دلوقتي نيجي بقى للكلام اللي من غير كلام. الموضوع اللي معانا هو لغة ما وراء الكلمات. الموضوع اللي معانا هو الاتصالات غير اللفظية. شرحه العلمي هو تبادل المعلومات من غير استخدام الكلمات، وده بيتم عن طريق رموز زي لغة الجسد، الإيماءات، نظرات العين، وحتى نبرة الصوت. والأهم من ده كله إن في دراسة مشهورة لعالم اسمه مهربيان بتقول إن تأثير رسالتك متقسم كالتالي: الكلمات اللي بتقولها بتمثل 7% بس من التأثير، ونبرة صوتك ليها 38%، أما لغة جسدك فبتاخد النصيب الأكبر وهو 55%. وعشان نفهمها بالبلدي، تخيل لما حد يقولك لأ أنا مش زعلان خالص، بس هو مكشر وبيبص في الأرض. انت بشكل تلقائي بتصدق لغة جسمه مش الكلام اللي بيقوله، لأن جسمه بيقول الحقيقة كلها اللي لسانه بيحاول يخبيها. بما إن لغة الجسد بالخطورة دي، يبقى لازم نفهم تفاصيلها. الموضوع اللي معانا هو عناصر لغة الجسد. الشرح العلمي بيقول إنها بتتكون من كذا حاجة: تعبير الوجه، نظرات العيون، حركات الجسم والإيماءات، خصائص الصوت زي النبرة، وحتى استخدامنا للوقت والمساحة والمظهر الخارجي. وعشان نفهمها بالبلدي، تخيل نفسك في مقابلة شغل، وشك لازم يبقى مبتسم وهادي،
دي تعابير الوجه، عينك تبقى في عين اللي بيسألك، دي نظرات العيون، قعدتك مفروضة وظهرك مستقيم، دي حركة الجسد، ولبسك نظيف ومكوي، ده المظهر. كل ده على بعضه بيبعت رسالة غير لفظية بتقول أنا واثق من نفسي وجاهز للشغل. في نقطة مهمة جداً وهي الاتصال غير الرسمي وتأثيره. طبعاً يا محمود، وزي ما بطل قناة فهمناكو عبد واحد جاوب وقال إن الاتصال غير الرسمي ده هو اللي بيحصل فيه أهم محادثات بين الأفراد، سواء كلام حقيقي أو إشاعات، والناس بتتبع الإشاعة وبتسيب القرار الرسمي، وده بيدل إن الاتصال غير الرسمي مهم جداً ومؤثر. ممتاز. طيب، هل لغة الجسد دي واحدة في العالم كله؟ ده اللي هنعرفه في الموضوع الأخير، الاتصال عبر الثقافات. الموضوع اللي معانا هو اختلاف الرموز من ثقافة للتانية. الشرح العلمي بيقول إن الإيماءات والإشارات اللي بنستخدمها مش عالمية، يعني حركة ممكن يكون معناها إيجابي جداً في ثقافة وتبقى إهانة صريحة في ثقافة تانية. أشهر مثال هو علامة أوكي اللي بنعملها بإيدينا. في أمريكا معناها كله تمام، في اليابان معناها فلوس، وفي بعض الدول زي البرازيل بتعتبر الشتيمة. عش يا أبطال، كده فهمنا أهم أجزاء المحاضرة ومفيش سؤال هيقف قدامنا. دلوقتي وقت سؤال التحدي. سؤال التحدي بيقول: لو مديرك في الشغل قالك شفهياً إن أدائك ممتاز، لكن لما جيت تشوف تقييم الأداء المكتوب الرسمي لقيت درجتك مقبول، هتثق في أنهي شكل من أشكال الاتصال أكتر، الشفهي ولا المكتوب؟ وليه؟ هستنى إجابتكم في كومنت هنا أو في رسالة على انستجرام والتيك توك، وأول إجابة صح هقول اسمها الفيديو الجاي زي ما قلنا اسم عبده 1 النهاردة. ما تنسوش اللايك والشير والجروبات اللي في الوصف. سلام يا أبطال قناة فهمناكو.